مكرونه بالبشاميل كريميه جدا، وكمان هقول لكم ازاي نعمل البشاميل يكون كريمي وناعم كده زي ما انتم شايفين. اول حاجه معلقه من الزبده، ننزل باللحمه المفرومه، بصلايه مبشوره ناعم، فص من الثوم، فلفل اسود، ملح، معلقتين كبار من الصلصه. هنسيبها على النار لمده 10 دقائق كده تمام استوت معانا. نرفعها من على النار. هنشوف بقى البشاميل الحلو ده هنعمله ازاي. كل معلقه زبده قدامها معلقه من الدقيق. انا حطيت 4 معالق من الزبده و4 معالق من الدقيق. والنقطه دي مهمه جدا ان احنا نملح الميه بتاعه المكرونه كويس جدا. نرجع بقى تاني للبشاميل. اول ما نقلبه ويتحمر كده معانا ويوصل للون اللي انتوا شايفينه، نطفي النار ونبدا نضيف اللبن تدريجيا وهو اللبن ساقع. الخطوه دي مهمه جدا عشان ما يكلكعش معانا ويكون كده كريمي وحلو جدا. ملح، فلفل اسود، شويه من بشر جوز الطيب مهم جدا في البشاميل، معلقتين كبار او 3 معالق من القشطه. بتحول كده البشاميل لحاجه تانية خالص. ده كده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه في البشاميل. صفيت المكرونه، حطيت عليها كبشتين من البشاميل. ده القالب اللي احنا هنحط فيه المكرونه. في القاع هنحط شويه من